تعلمون معنى الفوضى الخلاقة، وهي في عبارة موجزة تفكيك المجتمع المصري وإعادة تركيبه على الأجندة الأمريكية. تفكيك وتركيب. تفكيك المجتمع المصري ليتحلل من موروثه، من تراثه، من قيمه، من مبادئه. هذه المنطقة التي يدور فيها اليوم الصراع هي مهبط النبوات ومبعث الأنبياء والمرسلين. هذه أرض الكرامة، أرض العبودية الحقة لله رب العالمين. يراد تفكيك المجتمعات الإسلامية وإعادة تركيبها كما هو الشأن وكما هو حاصل في مصر وفي اليمن وفي ليبيا، وحدث قبله في العراق، وحدث قبله في أفغانستان، ويحدث اليوم في سوريا وفي الأردن، وكذلك في المغرب وفي البحرين. ويعد لمد الخط على استقامته، والقوم يتشبثون بخيوط من هواء. يا هؤلاء إني أرى الملك عاريا. تذكرون تلك الطرفة عندما قال شيطان من شياطين الإنس لملك أحمق إنه يمكن أن ينسج له من الهواء بخيوطه ثوبا ولا كالأثواب. لم يرتده من قبل ملك ولا وضع قبله على جلد عظيم. فقال وكم تأخذ من الوقت لتعده؟ قال أعطني مهلة شهرا أو شهرين. فلما نجزت المدة جاء فقال اخلع عنك ثيابك يا جلالة الملك. فخلع الرجل ثيابه إلا ما يستر عورته، والآخر قد بسط يديه هكذا ويقول أدخل يدك ها هنا جلالة الملك، ورجلك من ها هنا يا جلالة الملك. قال الآن فرغت؟ قال نعم، واخلع عنك الثياب الداخلية أيضا. فخلعه وخرج إلى الناس، وفي حسبانه أن على بدنه ثوبا ولا كالأثواب، والناس ينظرون يتعجبون، ولا يستطيع واحد أن ينبس ببنت شفة مخافة بطشه. إني أرى الملك عاريا. اتقوا الله في مصر، واتقوا الله في المسلمين، واتقوا الله في الأمة الإسلامية العربية، وعودوا إلى ثوابت الإسلام العظيم. لأن دين الديمقراطية يريد قوم منه تأسيس الدولة الديمقراطية العالمية، وهي الموطئة والممهدة لحكم المسيح الدجال. فهم يريدون العالم كذلك، أن يكون دولة واحدة ديمقراطية عظمى يحكمها في النهاية المسيح الدجال.